صباح الخير. ازيك يا عب؟ عامل ايه؟ بص، النهارده صحي مخنوق ومتضايق ومش طايق اي حد في وشي، والله ما مستحمل الهدوم اللي انا لابسها دي. طب والله لا العب شاكت. هي قفلت على كده بس. بص يا سيدي، موضوع النهارده بيتكلم عن ازاي الواحد يعدي ويكبر دماغه، مش من كلام الناس، لا من نفسه. المره دي الموضوع النهارده بيتكلم عن النفس. هتقول يعني انت متضايق ومخنوق مش طايق اي حد وبتعمل فيديو؟ اقول لك ايه بقى، الواحد عنده حلم عايز يحققه ومفيش حد هيقف جنبينا، فلازم نحقق الواحد نحقق حلم الواحد وندوس على نفسينا عشان في المستقبل نشوف حياة احسن. واحد ولا شاف المستقبل ولا نية. المهم يعني ازاي الواحد يعدي ويكبر دماغه من نفسه. النفس طبيعتها بتحب الراحة، وطبيعتها ان هي بتحب تستمتع. والنفس لما بتيجي تستمتع هتستمتع بملذات وشهوات الدنيا. وملذات وشهوات الدنيا معظمها حرام. انت ممكن توصل بيك الدرجة بانك انت تعمل كبائر علشان انت ترضي نفسك. واخد لي بالك من الدرجة ان انت الدرجة دي يعني درجة صعبة، بانك انت توصل للدرجة دي، يعني ربنا مورينا الدرجة دي. فانت لو انت تتبع نفسك فانت هتروح في 60 داهية. يعني انا عايز اسالك سؤال كده. احنا متعودين ان احنا لما مثلا حاجه توسوس لنا في دماغنا ان احنا نعمل كذا، متعودين ان ده يكون كلام الشيطان، صح؟ بس لو انت اصلا قلت استغفر الله العظيم يا رب، بتلاقي الشيطان بينصرف على طول، بيبعد بعيد عنك. بس بعد ما تقول الدعاء ده، بتلاقي نفسك بانك انت الحاجه اللي انت كنت عايز تعملها بتلاقيها لسه في دماغك، وممكن توصل بيك الدرجه تعملها. هتقول لي طب وانا ما مشيت الشيطان، هي ليه لسه في دماغي؟ اقول لك بسبب نفسك. النفس اوسخ وامر من الشيطان. النفس هي اللي وسوست للشيطان ان هو ما يركعش لادم ولا ما يسجدش لادم، فطلع من الجنه. متخيل ان الشيطان سمع كلام نفسه فاطرد من الجنه، طرد من الجنه. واخد لي بالك؟ فانت لو هتسمع كلام نفسك فانت هتتسوح وهتروح في 60 داهيه. وانت الحل ليك بانك انت ما تسمعش كلام نفسك. هتقولي طب انا اسمع كلام مين؟ اقول لك ملهاش غير حل واحد، تسمع كلام ربك. انا ولا شيخ ولا افهم في الدين ولا اي حاجه، بس هو ده الحل، هو ده قانون الحياه. تسمع كلام ربك. ربك مفهم لك كل حاجه في الحياه، ملخص لك الحياه دي كلها في كتابه العزيز، وموريك الطريق الصح اللي انت تمشي عليه. يعني انا مثلا قلت لك امسك الطوبه دي حطها هنا، وانت لو مسكت الطوبه دي حطيتها هنا انا اديك 10 جنيه، تقوم انت بتمسك لي الطوبه دي وتوديها لي في اخر الشارع علشان انا مثلا اديك فوق ال10 جنيه، وانا كده كده اديك 10 جنيه. بس انت اللي هلكت نفسك وتعبت نفسك على الفاضي. فربنا موريك الطريق الصح، وقال لك تمشي في الطريق ده، نهايته كذا، نهايته هتلاقي الحاجات اللي انت بتتمناها، نهايته انت هتحقق حلمك، نهايته انا هكبر بخاطرك كذا. بس انت اللي غاوي تتعب نفسك بنفسك. مش عايز تسمع كلام ربنا، وعمال تسمع في كلام نفسك، ونفسك هتسوحك. هتقعد توديك في حتت كده لحد ما تلاقي نفسك دخلت في حتت استحالة تطلع منها. وربنا يهون علينا نفسينا. يعني اللي عايز اقوله لك بانك انت ما تسمعش كلام نفسك. اه، طور من نفسك، دوس على نفسك في حاجة تاني. وانا زهقت من نفسي وبس كده. الحمد لله، سلام عليكم.